تقول لي اسكت ساعات ما بغيت ساعات قولوا لي ساعات ما قلت علينا ساعات ما قلت علينا ديروا النية. حتى شكون حنا ولينا كنربحوا البرازيل بحال ربحنا المالاوي ولا الموزمبيق. المهم في الفيديو ديال اليوم غنناقشوا شويه المباراه ديال المنتخب ديالنا اللي انتصر فيها امام المنتخب المصنف عالميا واللي غا الاسم ديالو كيخلع المنتخبات من غير المغرب اللي هو المنتخب البرازيلي. ولكن قبل ما نبداو، الا كنتي مازال ما اشتركتي في القناه غتهبط تشترك، واحد الزر احمر غتبرك عليه غيولي رمادي، ودير واحد لايك. نبداو. المهم ما كان حتى جديد في التشكيله بالنسبه للمنتخب المغربي. وليد الركراكي اختار نفس الاسماء اللي لعبوا المونديال مع تغيير وحيد اللي هو الدخول ديال بلال الخنوس مكان سليم املاح. المهم في حراسه المرمى كان عندنا ياسين بونو. قلبين الدفاع اللي معروفين التشكيله ولا عارفه اي مغربي، عندنا سايس ونايف اكرد، حكيمي في اليمين، مزراوي في اليسار. في الوسط الكلادياتور نور الدين امرابط، وناحي والخنوس. وفي الهجوم الثلاثي ديالنا نصيري بوفال وزياش. هادو اللاعبين اللي لعبوا الشوط الاول وقدموا اداء زويون. وفي الشوط الاول نيت جا البيت الاول من عند السي سفيان بوفال اللي بيت زوين صراحه، بيت مخدوم بواحد الطريقه زوينه. والى لاحظنا انه في هذا الماتش المنتخب ديالنا لعب شويه من دافع للامام، يعني ما بقيناش من كامشين دفاعيا بحال اللي كنا في المونديال. لعبنا بواحد السهوله وبواحد الحلاوه، واخا كان خصنا نماركيو اكثر من بيت في الشوط الاول، ولكن المهم ماركينا بيت واحد. اول تغيير كان خروج ديال حكيمي في الدقيقه 51 ودخل بلاصتو عطيه الله. الخروج ديال بلال الخنوس ودخل الصابيري اللي هو موقع الهدف الثاني من مور ما جابوا البرازيل التعادل. السي اوناحي خرج دخل عمران لوزه، والنصيري خرج دخل شديره، وبوفال خرج دخل الزلزولي. صراحه الدراري لعبوا كاملين، لعبوا بواحد الاداء زويون. الا المهم غنوقف عند هذه النقطه ديال بونو الاصدقاء. الاولى طاكاها، الثانيه حسبها لي اورج، ماركاها فينيسيوس وحسبها اورج. ولكن علاش كيعاود نفس الغلط وكيعطيوها ليه عاوتاني الدراري؟ المهم الحاجه اللي كيتفرج في بونو كيتفرج في اشبيليا، راه بونو راه كلشي عارفوا انه ضعيف في اللعب بالرجل. مثلا شحال من مره في الماتشات اللي كيلعبوا ضد اوساسونا مثلا باغ اكزومبل، راه شحال من مره كيبغي يخرج كره كيصدق عطيها للزلزولي ولا شي حاجه كيصدق ماركين على اشبيليا، وهذا الشيء راه شفناه بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا في الدوري الاسباني. المهم بونو خاصو يحاول يخدم على هذه النقطه ويحاول يتفادى ما امكن يبقى يضرب كره نيشان. الجناب اخويا بونو المره الجايه. باغ كونطخ البرازيل اللي بدلوا بزاف في التشكيله، بدا بالحارس الثالث ويفرتون، ايمرسون مع ميليتاو ايبانيز وتيليس، كاسيميرو، باكيتا، اندري سانتوس، روني، رودريغو وفيني اللي تصروا على على امرابط، ولكن ماشي غاجيو تصر على امرابط ولدي. المهم كما شفنا كاملين في الحاله الدفاعيه المنتخب ديالنا كيرجع 4-1 كيبقى النصيري هو اول واحد كيمارس الضغط على الهجوم ديال الخصم ولا الدفاع ديال الخصم. الربعه اللي في الوسط وناحي الخنوس زياش بوفال، كيبقى الكلادياتور امرابط، وفي اللور الدفاع ديالنا حكيمي ومزراوي واكرد والسايس. المهم صراحه ولا عندنا واحد المنتخب واعر صراحه، منتخب لا يقهر. اقل حاجه خصنا هي كاس افريقيا، حيت صراحه الجمهور متعطش لواحد اللقب ديالنا. بغينا اللقب اصاحبي، بغينا نشوفوا المنتخب ديالنا على منصه التتويج. انك تفوز على البرتغال وتقدم اداء واعر ما كافيش بعض المرات التاريخ. ومهم واللي عارفين كاملين انه التاريخ فقط كيعترف بالالقاب. المهم في الحاله الهجوميه كنكونوا 4-1-2-3. امرابط كيبقى في بلاصتو، جوج كيطلعوا شويه عندك اناحي مع الخنوس، وثلاثه زياش النصيري بوفال اللي صراحه وعلى عكس داكشي اللي قلت على انه صراحه ما كانش عليه تكون فوكا. بوفال سكتني وسكت الاغلبيه اللي كانوا شاكين في القدرات ديالو، وقدم احسن ماتش صراحه. الا قلت في الكارير ديالو غنكون زدت فيه مع المنتخب، ولكن احسن ماتش منذ مده له مع المنتخب، والدرجه المباراه بشي تقييم ديال شي 8.7. المهم الخوت الركراكي عرفناه شنو كيدير، والركراكي خليه شنو يدير شنو ما بغى. المهم الاداء والنتيجه ديما كيربح بهم. وشنو الحاجه اللي زوينه فيه عاوتاني كيخدم على المستقبل. اصاحبي بحال دابا بلال الخنوس، السيد يلاه عنده 18 عام كذا، ولد 2004. ماتش رفيع المستوى صاحبي، صالو وجال في ارضيه الميدان، هو اللي عطى الاسيست لبوفال في الهدف الاول. صراحه كنتمناو التتويج ديال المنتخب ديالنا بشي لقب،
سواء افريقي ولا عالمي، علاش لا، حتى حاجه مو مستحيله مع هاد الدراري ومع هاد الكرينتا اللي عندنا. وان شاء الله نشوفوا المنتخب ديالنا في منصات التتويج. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتخليو واحد اللايك وشي تعليق زوين. تهلاو. ديروا النية